مساء الخير عزيزي الفنان، أهلا بيك في فيديو جديد. معاك محمد صلاح، وده الفيديو التاني لينا هنا في القناة. الفيديو الأول كان عبارة عن شرح أولي ومعلومات أولية لازم تكون عندك وأنت بادئ المجال ده. الفيديو كان طويل شوية، كان متعب شوية، لكن عشان كان دسم، يعني مليان أفكار ومليان فروقات لازم تكون عندك قبل ما تبدأ المجال ده، فبالتالي أنت لازم تتفرج عليه، ولو حتى إنك مجرد إنك تسمعه وأنت في الطريق وأنت قبل ما تنام، مجرد بس إنك تسمع الكلام اللي فيه ولو مرة واحدة يكون عندك الأفكار دي، لأن إحنا حابين نبدأ بطريقة معينة. فأنا ما ينفعش أقول كلمة معينة أو أحكي في حاجة معينة ما أكونش أنا جبت البداية بتاعتها في الأول. فعشان تكون أنت جرافيك ديزاينر كويس، أو خلينا نقول لوجو ميكر كويس، لازم تكون عارف الموضوع بادئ إزاي. فالبداية كانت في الفيديو اللي فات، هنستكمل بقى في الفيديو ده حاجة من أهم الحاجات اللي ممكن تواجهك، ألا وهي إيه هي أنواع الشعارات. إحنا اتكلمنا في الأربع نقط اللي فوق دول في الفيديو اللي فات، العناصر بتاعة الهوية والعلامة التجارية، وإيه هي العلامة التجارية أصلا، وإيه هي الهوية البصرية. فهننتقل دلوقتي بقى إيه لفكرة اللوجو نفسه. إيه هو اللوجو وإيه هي الأنواع بتاعته؟ أنواع لوجو، أيوه، هو كتير مننا لما يسمع أنا محتاج لوجو، ما يعرف من عميل إن هو محتاج لوجو، يتوتر ويتلخبط. طب أنا هعمل له إيه؟ طب أنا هتحرك إزاي؟ وهكذا. في الفيديو ده هنعرف إن في أنواع عندنا للوجو، 12 نوع اللي أنا قدرت يعني أجمعهم، 12 نوع أساسي خلينا نقول. وهنناقش الجملة المعروفة بشكل كبير إن البراند بتاعك مش هو اللوجو بتاعك، أو اللوجو بتاعك مش هو البراند بتاعك، هو مجرد خلينا نقول تمثيل للأفكار والقيم دي. هنعرف ده إزاي؟ خلونا نشوف. خلونا نعرف الأول إيه هو الشعار. الشعار هو الرمز أو العبارة اللي بتميز وبتعبر عن العلامة التجارية بتاعتك، أو عن الهوية بتاعت العلامة دي والقيم بتاعتها بقى والرسالة اللي بتقدمها وهكذا. يستخدم في إيه؟ في التسويق، عشان تعزز الوعي بتاع المستهلكين بيها. ده الهدف الأساسي من التصميم بشكل عام. خلونا بقى ننتقل للأنواع. الأنواع بتاعت اللوجو، هو خلينا نقول النوع الأول شعار النص أو الوورد مارك، شعار الصورة، بيكتشر مارك، شعار مجمع، كومبايند مارك، الشعار بتاع التمائم اللي هو الماسكوت او اللي احنا بنسميه مسخوطه، الشعار الرمزي الديناميكي دايناميك مارك، وشعار الرمز التعبيري امبلم مارك او امبلم، شعار الرمز الابستراكتي اللي هو الابستراكت مارك، شعار الخط الاحادي المونوجرام. وده يعني في فرق ما بين الخط الاحادي حرف الواحد ذو احرف متعدده. دول 4 أنواع لازم، يعني أو 3 أنواع لازم تفرق ما بينهم. أول حاجة اللي هو الخط الأحادي أو المونوجرام، اللي بعد كده الحرف الواحد اللي هو الليتر فورم، وبعدين حرف ذو شعار ذو أحرف متعددة اللي هو الليتر ماركس، وبعدين شعار الخط الحر وشعار الخط العربي. الاثنين نقدر نقول برضه إن هم قريبين جدا من بعض. الخط الحر الهاند ريتن لوجو، والخط العربي اللي هو الأربيك لوجو، أو هو يعتبر وورد مارك برضه لكن هو أربيك وورد مارك. فإحنا دلوقتي مع أول نوع. النوع الأول هو شعار النص أو الوورد مارك، بيتكون من كلمات أو عبارات نصية بتمثل العلامة التجارية دي. يعني عندك فيسبوك هي مجرد الكلمة نفسها، عندك فيزا، عندك جوجل، أنت بتكتب الاسم بتاع العلامة التجارية بتاعتك. المميزات بتاعته: بيسهل التعرف على العلامة التجارية بتاعتك، بتوفر فرص لتعزيز الهوية دي من خلال يعني التصميم بتاعك بشكل مميز. يبقى سهولة التعرف، توفير فرصة تعزيز الهوية بتاعتك. العيوب: قد يكون أقل تميزا مقارنة بالشعارات الأخرى، مش مميز بشكل كبير. النوع الثاني هو شعار الصورة أو البيكتشر مارك، بيستخدم صورة أو رمز بدلا من الكلمات لتمثيل العلامة التجارية بشكل واضح جدا. يعني المميزات بتاعته: قابلية التعرف على العلامة التجارية بسهولة، وفرصة التعبير عن شخصية العلامة التجارية بوضوح. تويتر، أبل، فأنت عارف دول بيمثلوا إيه، هي مجرد صورة. الفرق إيه بقى؟ إنك أنت عارف إن دي تفاحة، أنت عارف إن ده طائر، أنت عارف إن ده فم يعني أو بق معين، فخلاص هي دي صورة. العيوب بتاعته: التمييز بين العلامات التجارية المختلفة صعب لو كانت الصورة عادية. لو كانت الصورة مش مميزة هيكون صعب انك تميز بين العلامات التجارية المختلفة. ليه؟ لان هو بيعتمد بشكل كبير على الصورة دي. خلونا ننتقل دلوقتي للنوع الثالث من الشعارات، الشعار المجمع، كومبايند مارك. كومبايند مارك هو يجمع بين النص والصورة في تصميم واحد بشكل مختصر جدا. صورة، تمساح عندنا في الحالة دي، والاسم نفسه يبقى التمساح ولاكوست. خلاص. المميزات: يجمع بين قوة التعرف على النص والصورة ويمكن تمييزه بسهولة. يبقى هو بيجمع المميزات بتاعت الاثنين اللي فوق دول. العيوب بتاعته: قد يكون التصميم بتاعه معقدا بعض الشيء، لان كل ما تزيد الاليمنت بتاعتك في التصميم او في اللوجو بيكون معقد بشكل اكبر، محتاج منك شغل اكتر. خلونا ننتقل دلوقتي للنوع اللي بعده، شعار التمائم او الماسكوت. التعريف بتاعه: بيستخدم شخصية او رمز عشان تمثل العلامة التجارية دي. قد يكون الشكل ده كرتوني او
اعذرين دي فيها غلط، كاريكاتيري، يبقى كرتوني او كاريكاتيري. تمام. زي وينديز، في عندنا شخصيه كاريكاتيريه هنا او كرتونيه هنا. زي ميشلان، ففي عندنا هنا الشخص ده احنا كلنا عارفينه. زي الشخصيه بتاعت الكي اف سي، احنا برضو عارفين الشخص ده. المميزات بتاعته: يخلق تواصل مع الجمهور ويعزز العلاقه العاطفيه مع العلامه. مش مع العلامه بس، مع العلامه بسبب الشخص ده، بسبب الماسكوت دي. فهو ده، هي دي الميزه بتاعته. الفايده الثانيه: يمكن استخدامه في الترويج والتسويق بشكل فعال. زي، خلونا نبص هنا، الشخص ده او الشخصيه دي بتاعت ماكدونالدز هي نفسها بتستخدم انك انت ممكن تجيب شخص تلبسه اللبس ده ويكون هو الواجهه الاعلانيه بتاعتك. وكذلك الامر في ميشلان، ممكن تجيبه انت يكون هو ايه، الشخص ده هو المسوق بتاعك. العيوب بتاعته: قد يكون التصميم بتاعه غير مناسب لبعض الصناعات، وقد يكون صعبا تكيفه مع تطورات العلامه التجاريه. عشان كده كي اف سي مثلا بدات مؤخرا انها تستخدم كلمه الكي اف سي لوحدها كعلامه تجاريه، وتنسى حوار الشخصيه دي في بعض الاحيان. ليه؟ لانك انت في بعض الاحيان ممكن تكون محتاج تتعامل مع مطبوعات، مع حاجات مرئيه، مع كذا مع كذا مع كذا. فالتطورات دي بيكون الماسكوت شويه ايه، مش قادر يتواكب معاها. خلونا ننتقل للنوع اللي بعده: الشعار الرمزي الديناميكي، الدايناميك مارك. من الاسم بتاعه دايناميك، في حاجه بتتحرك، في حاجه بتتغير. رمز مش ثابت، بمعنى يتغير تصميم الشعار باستمرار لتعكس جوانب مختلفه من هويه العلامه التجاريه. كويس. زي، احنا عندنا الشعار ده بتاع المترو جولدن، وبتاع نيكلوديان، وبتاع ميوزك تي في. الثلاثه لوجوز دول لو انت فاكرهم، لو انا قلت لك انت هل انت شفت ميوزك تي في بشكل تاني؟ اكيد شفته بشكل تاني، مستحيل تكون شفته بشكل واحد. نيكلوديان اكيد شفته بشكل تاني، لان هو بيعتمد على الفكره بتاعته اللي هي بقعه من اللون جواها كلمه نيكلوديان. يبقى نيكلوديان بالابيض، جواها البقعه، يعني جوه البقعه دي، البقعه دي ممكن يتغير شكلها باي شكل كان، ما دام انت هتفضل محافظ على الهويه بتاعتنا اللي هي فكره البقعه جواها الايه، الاسم نفسه. نفس الكلام هنا في المترو جولدن. المترو جولدن هنا هو عباره عن اسد جوه جولدن رينج كده، فيبص يمين بقى، يبص شمال، يكون قافل بقه، يكون فاتح بقه، كل ده عادي. مهم تكون الكونسبت بتاعه ايه، موجود. المميزات بتاعته بقى: قد يكون مبتكرا ومثيرا للاهتمام، طبعا لانك انت عندك حاجه دايما، احنا عندنا اعتقاد دايما ان الحاجه المتحركه بتلفت الانتباه اكتر من الثابته. وبيمكن ان هو كمان يتكيف مع تطورات والمناسبات المختلفه. زي مثلا انا دلوقتي في الكريسماس هلبسه طاقيه بتاعه سانتا كلوز، برغم ان هو اللوجو بتاعي، لكن لا، هقدر اعمل ده براحتي، ما هو دايناميك. في مش عارف مناسبه تانية ممكن اخليه بالوان تانية، في مناسبه تانية ممكن اخليه بشكل تاني. زي مثلا هنشوف دلوقتي عندنا هنا مثلا ميوزك تلفزيون، فانت عارف ان ده اللوجو بتاعه وده اللوجو بتاعه، دي في مناسبه معينه، ودي في الثانيه، ودي في ثالثه، ودي في رابعه. ولو في اكتر من مناسبه هيكون موجود بشكل نفس الشكل ده. العيوب: ان هو يمكن ان يكون تطويره وادارته تحدي صعب. صعب انك انت تقدر تخلي تحافظ على الهويه دي مع كم التغيرات ده، وقد يكون صعبا للمستهلكين تذكر ليه التغيرات المستمره دي. انا ممكن اكون من كتر ما هو بيتغير ما بقتش عارف البراند كلر بتاعك ايه، البراند كلر بتاع الميوزك تلفزيون ده ايه. فهي دي المشاكل بتاعته. نيكلوديان زي ما اتكلمنا، احنا عندنا نقطه معينه اللي هي البقعه وجواها الكلمه. ادي هنا البقعه وجواها الكلمه بتختلف بشكل معين. كمان حتى انا ما عنديش براند كلر بدرجه معينه، لا، ممكن يكون الغامق ده، ممكن يكون الفاتح ده، عادي طالما انا محافظ على نفس الايه، الكونسبت نفسه. ننتقل مع بعض للنوع اللي بعد كده: شعار الرمز التعبيري او الامبلم، اللي هو بيعتبر يتمثل فيه رمز او صوره داخل شكل هندسي محدد مع نص. يبقى في ثلاث عناصر عندنا: رمز او صوره، ده العنصر الاول; شكل هندسي، ده العنصر الثاني; نص، ده العنصر الثالث. يبقى صوره مع رمز هندسي، الدايره، مع نص بقى، كوفي، ستاربكس كوفي، هكذا. صوره بتاعت حصان، شكل هندسي مربع او مستطيل، كلمه اللي هي فيراري، وهكذا. المميزات بتاعته بقى: يعزز الانتماء الى العلامه التجاريه ويخلق شعورا بالتميز. طبعا بيكون اللوجو مميز بشكل كبير، انت مستخدم فيه ثلاث عناصر. العناصر زادت لو درتها بشكل كويس هتطلع تصميم مميز. بيكون التصميم بتاعه جذاب ومميز لان برضه يعني العناصر الكتير فيه لو اديرت بشكل كويس هتطلع منه عنصر مميز. العيوب بتاعته: التصميم بتاعه ممكن يكون معقد عشان زياده العناصر بتاعته، لكن زي ما قلنا لو اديرت بشكل كويس هتطلع منه ايه، حاجه مميزه. يعني هو خلينا نقول دبل ايدج ويبون، يعني عندنا سلاح ذو حدين كده. انت على حسب هتستفيد منه او هيضرك يعني. التعديل عليه بيكون صعب لنفس السبب اللي قلناه. الحاجات، العناصر الزياده دي التعديل عليها هيحتاج تعديل يتماشى مع الثلاث عناصر، فبالتالي بيكون صعب. ننتقل للنوع اللي بعده: ابستراكت
ابستراكت ده يعني انت بتستخدم رمز او عنصر غير واضح المعالم او مجرد شكل والوان. يعني مش شرط انك تعمل زي ابل تحط لي تفاحه، او مش شرط انك زي تويتر تحط لي طائر. لا، انت ممكن تعمل عنصر كده ايا كان العنصر ده عامل ازاي، مجرد شكل هندسي. خلاص ده بالنسبه لي هو ده اللوجو بتاعي، ده الايكون بتاعي. بعد كده انا هعمل حاجه زي كده وهتبقى هي دي الايكون بتاعتي. خلاص انا حر بقى، هعمل اكس غير واضح المعالم كده، خلاص هي دي ده اللوجو بتاعي. بيعبر عن ايه ده مش مهم، المهم ان هو لوجو معين او شعار معين يكون يوصل للعميل ان هو ده اللوجو بتاعي. زي بيبسي، زي بريتش بترول، زي ميتسوبيشي. المميزات بتاعته بقى ان هو يمكن تفسيره باكثر من طريقه. يعني انت ودماغك، انت حر بقى. يعني انا شفت هنا ان في ناس بتقول ان الميتسوبيشي دي عباره عن ان احنا بنعمل حاجات او مميزين برا وجوا وبحرا، فممكن يتعمل بالطريقه دي. او لان المثلث هو اقوى العناصر الهندسيه واقوى الاشكال الهندسيه، فهو انا بدل هنا على قوه المنتجات اللي انا بقدمها. ممكن يعني يتم تعريفه باكتر من شكل. يعني بريتش بترول انا ممكن اشوفه انفجار، حد تاني ممكن يشوفه ورده، حد تالت ممكن يشوفه شمس، فكل واحد حر. وهكذا نفس الوضع يعني. فهي دي المميزات بتاعته. العيوب بتاعته بقى التعرف عليه بيكون صعب شويه، او انك ممكن مفيش حاجه مميزه. يعني انت لما بتشوف الطائر بتبقى قريب من تويتر، لكن لما تشوف رمز ما بيمثلش ليك اي شيء تماما بيكون صعب انك تتذكر العلامه التجاريه دي، الا لو كان العلامه التجاريه دي حاجه كبيره ورائده. يعني خلينا نقول طبعا هو قد لا يناسب جميع السياقات، برضه بيكون وجوده في كل الحالات اللي انت محتاجه فيها بيكون صعب شويه. النوع اللي بعد ده هو شعار الحرف الواحد. شعار الحرف الواحد ده انت بتعمل لوجو من حرف. يعني انت عندك حرف، الحرف ده ما ينفعش تكتبه زي ما هو كده بشكل صريح، لا لازم تكون عامله لوجو. يعني ما ينفعش يكون مجرد حرف، لا لازم يكون حرف فيه تحريفات معينه مخلياه لوجو. تمام. المميزات بتاعته يعني خلينا نقول الشرح بتاعه. نوع من الشعارات التجاريه يستخدم حرفا واحدا لتمثيل العلامه التجاريه. تمام، ده الشعار بتاع الحرف الواحد. المميزات بتاعته بقى بساطه وسهوله التعرف على تمثيل العلامه التجاريه دي. طيب العيوب بتاعته قد يكون التصميم بتاعه ذو قدره محدوده، لانك انت عندك حرف واحد بس، انت محتاج تفضل محافظ على شكله كحرف وفي نفس الوقت تخليه لوجو، فالموضوع محكوم شويه. فبالتالي التصميم بتاعه بيكون عنده قدره محدوده على التعبير، وقد يتسبب في الالتباس، لان انت عندك حرف، فاحنا عندنا في اللغه كام حرف، فاكيد اكيد انت عملت ام قبل كده، غيرك عمل ام قبل كده، غيرك عمل ام قبل كده، وهكذا. ففي التباس، فلو اللوجو بتاعك مش مميز ومعروف هيحصل التباس بشكل كبير. طيب ننتقل للنوع اللي بعد ده، شعار الحروف المتعدده. الحروف المتعدده خلينا نقول ان كلمه متعدده هي اللي بتميزه عن النوع اللي بعد كده اللي هو ايه، الخط الاحادي. احرف متعدده يبقى اكتر من اتنين، يبقى احنا عندنا يستخدم مجموعه من الاحرف لتمثيل العلامه التجاريه او اختصار العلامه التجاريه. يبقى احنا عندنا اسم طويل للعلامه التجاريه بتاعتنا، بنختصرها بناخد اول حرف من كل كلمه. تمام. فالاي بي ام باخد اول حرف من الكلمه الاولى، اول حرف من الكلمه الثانيه، واول حرف من الكلمه الثالثه، واعمل الاي بي ام. ولازم يكون معمول اللوجو، يعني لازم الحروف دي ما تكونش مجرد حروف اكتب الاي بي ام بشكل عادي كده، لا لازم اكون عاملها هي لوجو. فهي دي الفكره. السي ان ان باخد اول حرف، ثاني حرف، ثالث حرف من كل كلمه. خلاص انا عملت ده. ام بي سي جروب نفس الكلام. فيبقى انا عندي اكتر من حرفين. المميزات بتاعته يسمح بتعبير شامل عن الهويه، ويمكن ان يكون تصميما اكثر ابداعا وتفردا. انت عندك مساحه كبيره، 3 حروف بدل ما كان عندك حرف واحد في النوع اللي فوق، لا عندك دلوقتي 3، تقدر يدي لك مساحه اكبر توفق الحرف الاول مع الثالث وهكذا. بيدي لك تعبير شامل، لان هو بيدي لك بدل الحرف 3 ممكن انت تتذكر منه الشركه دي كانت بتاعت ايه. العيوب بتاعته تصميم ممكن يكون معقد بعض الشيء ويحتاج الى توجيه وتفسير، وقد يكون صعبا تكيفه مع التغيرات في العلامه التجاريه. كل ما الشعار بتاعي يكون مليان عناصر او اكبر في الحجم يكون اصعب تكيفه ويكون معقد بشكل اكبر. يعني شعار الخط الاحادي بقى اللي هو المونوجرام، احنا قلنا ان احنا عندنا نوع بيعتمد حرف واحد اللي هو بتاع الحرف الواحد، وعندنا النوع الثاني اللي هو ذو احرف متعدده. عندنا بقى النوع ده خط احادي. خط احادي يعني يتمثل في استخدام الحروف الاولى او احرف مختصره من اسم العلامه التجاريه وما يزيدش عن حرفين. يبقى انت عندك حرفين. يعني انت عندك شانل هتاخد حرف السي بس تكرره مرتين، لويس فيتون هتاخد حرف ال وحرف الفي، عندك جوتشي هتاخد حرف الجي مره كده ومره كده براحتك بقى، لكن انت عندك حرفين.
المميزات بتاعته يمكن أن يكون بسيطا وأنيقا، ويعني بيسمح للتعرف على العلامة التجارية بتاعتك. العيوب بتاعته قد يكون التمييز بين العلامات التجارية المختلفة صعبا، قد يكون التعرف على العلامة التجارية أقل بدون نص، بدون النص الكامل يعني أنت لو مجرد بس إنك استخدمت حرف السي كده وحرف السي كده هيكون صعب شوية إنك تميزه إلا بكلمة شانل، إلا طبعا لو العلامة التجارية بتاعتك دي معروفة بشكل كبير. إحنا هنا بنتكلم عن علامات تجارية عالمية فأكيد إحنا عارفينها، لكن لما تكون أنت بتعمل علامة تجارية لسه بتبدأ فبيكون الموضوع صعب شوية. ننتقل مع بعض للنوع اللي بعد كده، شعار الخط الحر. الخط الحر هنا جاي من اسمه، بيكون النص مكتوب يدويا بشكل فريد ومميز لتمثيل العلامة التجارية. ده يضمن لك ايه بقى؟ يضمن لك التفرد، ان مفيش حد هتلاقيه عامل نفس الشكل ده. فيبقى المميزات بتاعته يضيف لمسة شخصية، هي الشخصية دي وأصالة في التعبير عن العلامة التجارية، وقد يكون مميزا ويبرز العلامة التجارية بتاعتك. طبعا مميز، ما هو حاجة يدوية، فهو اللي انت هتعمله غير اللي انا هعمله، حتى ولو كان نفس اللوجو بنفس العلامه التجاريه. انا لو عملته باسلوب هيكون بشكل، وانت لو عملته باسلوبك هيكون بشكل تاني. المميزات بتاعته. العيوب بقى، قد يكون صعبا قراءته طبعا لان هو يدوي. خلينا نقول ان دايما اللوجوهات اليدويه بتكون شكلها كويس جدا ولطيف جدا، لان بتقدر انت تتلاعب في شكل الحروف بشكل كبير جدا، لكن في نفس الوقت ما تنساش الشكل الاساسي للحرف عشان ما يضيعش منك الحرف ده، فيكون صعب القرايه بتاعته. يعني حرف الواي هنا موجود بشكل غير متعارف عليه، حرف الدي هنا في ديزني موجود بشكل غير متعارف عليه. هل ده حرف او ولا حرف ال؟ هل ده حرف سي ولا ده كده بقى جي؟ وهكذا. فهو التلاعب في الحروف ده بيخليه في بعض الاحيان صعب القراءه، وقد لا يكون مناسبا لجميع الصناعات. خلونا بقى ننتقل لاخر نوع عندنا من انواع اللوجوهات، هو يعني الاقرب لقلبي، يعني اللي هو الوورد مارك او الاربك وورد مارك، شعار الخط العربي او اللي احنا بنسميه مخطوطه. بيتكون الشعار ده من ايه؟ توزيع جذاب ومبتكر للحروف العربيه عشان تشكل منها الايه؟ العلامه التجاريه. يبقى انت عندك حروف عربيه انت بتوزعها بشكل معين عشان تكون العلامه التجاريه بتاعتك دي. عندك حروف عربيه، دي حرف الراء احنا شايفينه، والحاء شايفينه، والميم حروف عربيه بتحركها انت وبتميزها بشكل معين عشان تقدر توصل بيها ايه؟ لشكل العلامه التجاريه. قد يتميز بتاثيرات بصريه مبتكره او استخدام الوان جذابه لزياده ايه؟ الجاذبيه البصريه في اللوجو ده. المميزات بتاعته بقى خلينا نقول بشكل مختصر: جماليه، تميز، انطباع ثقافي. يبقى جماليه وتميز وانطباع ثقافي. جماليه اكيد طبعا الشكل الجميل ده والتلاعب في الالوان دي. الفري هاند برضو دي بيديله جماليه كبيره. تميز، انت لو عملته بايدك غير ما انا اعمله بايدي كل واحد هيكون له اختلاف، مجرد الاختلاف البسيط ده هو اللي بيخلق التميز. انطباع ثقافي، ان هو خط عربي فبالتالي بيرمز للهويه بتاعتك او الثقافه العربيه بتاعتك. العيوب بقى بتاعته: قراءه وفهم، زي نفس الفكره بتاعه الخط الحر هنا. يبقى عندك القراءه والفهم لو ما عملتوش بشكل صحيح متقن هيتقلب معاك لضده. برضه التوافق الدولي ما بيكونش ماشي بشكل كبير مع شغل الانترناشونال، بيكون محلي اكتر يعني، الا طبعا لو العلامه بتاعتك مميزه بشكل كبير او وصلت للعالميه بقى. التصميم المتقدم، يعني تحتاج الخطوط العربيه المستخدمه في الشعار الى تصميم متقن لضمان الوضوح والجاذبيه، وده بيكون تحدي بشكل كبير في الحروف العربيه بالذات. وبكده احنا نكون خلصنا ال 12 نوع من انواع اللوجوز، عشان بعد كده انت لما تيجي تتكلم مع عميل او تتناقش مع عميل تكون انت بتدي له خيارات، انت حابب اي نوع من الانواع. يعني عشان ما يكونش انا قدامي بحر من العلامات التجاريه، لا. يعني انا لما بيجي عميل يكلمني انا بختصر عليه الموضوع، بقول له والله في عندنا حاجه بتبقى وورد مارك، مجرد كلمه بس كده هي اللي بتمثل اللوجو، او عندنا حاجه بيكتشر، صوره بس هي اللي بتميز اللوجو او رمز معين، او عندنا الاثنين مع بعض كومباين. انا بختصر عليه الموضوع في كده، وانا بقى ابدا اتلاعب، يقول لي لا انا ميال للاسم اكتر، انا ميال للصوره اكتر، انا ميال للكومباين ده. فخلاص انا حكمت نفسي في حاجه معينه، وهو ده الفايده من الموضوع ده. انت لازم عشان تبدا اي حاجه تعرفها كلها بشكل كبير وانت تبدا تاخد الطريق بتاعك. خلينا بقى ننتقل هنا التقسيمه بقى العالميه للحاجات اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، الانواع اللي احنا شايفينها دلوقتي متقسمه ازاي. خلينا نقول ان دول الدايره دي بتمثل 500 شركه، اكبر 500 شركه في السوق الامريكي مثلا. الحصه الاكبر فيها لمين؟ للكومبايند لوجو، لان هو بيدي لك المميزات بتاعت الوورد مارك والمميزات بتاعت البيكتشر مارك، فهو ده اللي انا عايزه. اللي بعده بقى الوورد مارك، لان هو بيكون اقرب واسهل. انت لما هتقرا كلمه موبيل خلاص عرفت ان ده موبيل، فيسبوك خلاص عرفت ان هي دي فيسبوك، خلاص مش محتاج ان انا افكر. اللي بعد كده ليتر مارك، وبيبدا بقى الموضوع يصغر ما بين الامبلم والابستراكت والبيكتشر. فهي دي الفكره بقى، دي التقسيم. فانت بقى هتروح في اي اتجاه ده قرارك انت الشخصي. ننتقل بقى هنا
احنا كنا اتكلمنا عن السيكولوجيه بتاعت الالوان في الفيديو اللي فات، زي ما انا قلت لازم ترجع له، لازم يكون عندك على الاقل معلومات اساسيه اللي فيه اللي اتقالت لازم تكون محضرها معاك. فخلينا هنا نقول الالوان دي بقى الموست بوبولار لوجوز كلر، يعني الاكثر استخداما في الالوان بالنسبه للشركات. ايه بقى؟ اللون الاسود بلا شك. خلينا نقول ان الابيض معانا مساعد دايما، واحيانا بيكون الابيض والاسود مساعدين، فبالتالي اكبر استخدام هو اللون الاسود، بعد كده اللون الازرق، بعد كده اللون الاحمر. لو جيت تبص على السيكولوجيه بتاعتهم وعلى مدى توافر هذه الالوان وطبعا مدى توافرهم يعني، فبالتالي هم دول اكتر 3 الوان انت ممكن تلجا ليهم في صناعه الهويه بتاعتك. بعد كده بتيجي الالوان اللي بعد كده، كل واحده بدرجته بقى، انت حر في اختيار العلامه التجاريه بتاعتك، لكن انا بوري لك بس العلامه دي او الدايره دي بتمثل السوق، الاستخدام بتاعها او التوزيع بتاعها جاي ازاي. استخدام اي حاجه من الحاجات دي هو قرارك الشخصي برضه. ده اختصار للسيكولوجيه بتاعت الالوان. انا لو استخدمت الالوان دي فانا محتاج اعبر عن ايه، ولو استخدمت الالوان دي في الشعارات دي فانا محتاج اعبر عن ايه، وهكذا. ممكن تبقى تقراهم كده مع نفسك تعرف بس ايه كفكره عن سيكولوجيه الالوان دي. انا لما اجي اعمل علامه تجاريه خاصه بكذا، انا هروح لفين بالالوان بتاعتي عشان اعبر عن الرسائل بتاعتي اللي انا عايز اعملها دي. ننتقل بقى للجزء الاخير اللي هو ان اللوجو بتاعك مش البراند بتاعك. بيظهر ده جدا في الصوره اللي قدامنا دي او في الصور اللي قدامنا دي. انت قد تكون من الوهله الاولى بس تعرفت عن العلامات التجاريه دي لمجرد ايه؟ لان العلامه التجاريه مش بس لوجو، العلامه التجاريه هي الوان، اشكال، برودكت معينه باشكال معينه، باكجنج معين، وهكذا. فبالتالي انت عارف ان دي كوكا كولا، كي اف سي، ستاربكس، وبيبسي. هنا لما اللوجو ظهر طبعا ما اداناش اهميه زياده، لا بالعكس، انا خلاص انا من كتر ما الموضوع بالنسبه لي انا عرفته، فخلاص انا بقيت عارف ان دي كذا وعرفت ان دي كذا وهكذا. فهو دي فكره ان اللوجو بتاعك مش بيمثل البراند بتاعك. ما تعتمدش بس على اللوجو، بالعكس انت لازم تبني هويه كامله تلتزم فيها وتدي حق كل عنصر فيها حقه الكامل زي اللوجو بالظبط. مش اللوجو بس اللي ياخد همه، لا. نيجي هنا بقى للسؤال بتاع السكتش بتاعنا او سؤال الصفحه النهارده، ويهمني جدا انك تجاوب عليه. اللوجوز دي بالاشكال اللي هي موجوده عليها، بمعنى انت ممكن تكون شفت اللوجو ده البي ام دبليو مثلا، ممكن تكون انت شفته قبل كده حرف البي والام والدبليو جنب بعض، لا انا بكلمك على الشكل اللي انت شايفه دلوقتي حالا، ده يمثل اي نوع من الانواع. يبقى احنا هنصنف الشعارات التاليه دي حسب كل قسم من الاقسام. عندك 6 لوجوهات هنا او 6 شعارات، صمم لي او قول لي ال6 شعارات دول احطهم تحت اي كاتيجوري، حطهم عندك في التعليقات نتناقش فيهم الحلقه الجايه. وبكده اكون انا خلصت الحلقه دي، اتمنى تكون عجبتكم. تنسانيش بقى من اللايك والاشتراك والشير طبعا، استناني في حلقات جايه. وما تنساش ان مشوار ال1000 ميل بيبدا بفكره. كنت معاكم محمد صلاح، مع السلامه.